متابعينا الكرام، السلام عليكم. اليوم بغيت نتكلم على قضية تثبيت كاميرا مراقبة على رجال الدرك الملكي المغربي. هذه الخطوة إيجابية باش تعم الشفافية والثقة، وهذه الخطوة خاصة تعمم كذلك على رجال الشرطة، واللي معروف بأن الشرطة في خدمة الشعب، ولكن حنا عندنا في المغرب الشرطة لامتصاص جيوب الشعب، لأنهم طغاو وتجاوزوا الحد ديالهم وقهروا المواطنين وشوهوا المغرب حتى مع النصارى. كتصيب دابا البوليسي ولا الجندارم جوج كلمات كيعرفهم بجميع اللغات. اشنو هما جوج كلمات؟ الفلوس وهديه كادو. وهاد الكاميرات مزيانه كذلك حتى لرجال الامن باش ما يبقاوش يبتزوا المواطنين وباش ما يلقطوش الدعاوي من عند الناس، لان شحال من مواطن كيكون مغلوب وكيكون بينه وبين رجال الامن كيحقروه وكيبتزوه، ومن ما كيقدرش عليهم اش كيقول حسبي الله ونعم الوكيل وكيبقى يدعي عليهم. ولكن في هذه القضيه عندنا مجموعه ديال التساؤلات ومجموعه ديال الاحتمالات. من ضمن هاد التساؤلات، واش هاد الكاميرا متحكم فيها الجدارمي؟ واش وقت ما بغى يشعلها وقت ما بغى يطفيها؟ الا كانت القضيه هكا، يعني ملي يبغي يشد الرشوه يطفيها. واش مثلا المواطن الا كان في شي حاله خاصه وبغى يحصل على نسخه من الفيديو المصور، واش يمكن ليه ولا لا؟ هذا التساؤل الثاني. واش هاد الكاميرات اللي معلقين كيفاش الطريقه باش كتخدم؟ واش كتخدم بالكارت ميموار؟ يكون البوليسي متحكم في الكاميرا وهي عبر الكارت ميموار يصور كاع، نديرو يصور كل شيء، والجزء اللي متلبس فيه واللي ما بغاش يمحيه ولا يمشي حتى لعندهم ويمسحوه، يعني يوليو يتلاعبوا بالكاميرا ميموار كيما بغاو. والتساؤل الاخر دارت على جميع رجال الدرك الملكي، ربما هذوك الفاسدين ملي يكونوا مجموعين بعضياتهم، والوقت ملي تبغي تشد الرشوه يتقدموا دوك اللي ما عندهمش الكاميرا، وهذوك اللي دايرين الكاميرا يبقاو بعاد. والتساؤل الاخر، واش هاد الكاميرات كتصور غير بالنهار ولا يمكن لها تصور حتى الليل؟ يعني غيكونوا محظيين بالنهار وبالليل يديروا ما بغاو. المطالب ديالنا اللي كنطالبوا بها باش تكون هاد الكاميرات اون لايف، يعني بطريقه مباشره، وتكون متصله بمركز مراقبه، وهادوك اللي غادي يكونوا مسيرين ومشرفين على هاد المركز المراقبه تكون عندهم علاقه مباشره بالسلطه التنفيذيه ويكونوا مستقلين، يعني اللي حصل يودي ضربه العظم ديريكت. وهذاك المركز كما قلنا دوك المركز المراقبه حتى هو يكونوا فيه كاميرات باش تقطع الشك باليقين وما يكونش شي تلاعب بالاشرطه المصوره. واللي كنطالبوا كذلك هذوك الكاميرات ماشي غير يكونوا معلقين على الجندرم، يكونوا معلقين كذلك على البوليس. علاش؟ لان الجندرم والبوليس راهم وجهان لعمله واحده، راهم قهرونا وكيبتزوا وكيشدوا الرشوه بالليل وبالنهار وبالعلالي وقدام الناس، ولا من حسيب ولا رقيب. واللي كنطالبوا كذلك بان هذوك الكاميرات ماشي تعمم كذلك على جميع المراكز ديال الشرطه والمحاكم والادارات العموميه والمستشفيات والسبيطارات اللي فيها الناس كيعانيو، اللي عنده كيتهلاو فيه واللي مسكين ما عندوش كيحقروه. كتصيب الواحد مسكين فقير ما عندوش، عليه ضغط من العائله ديالو، العائله باغيه المصاريف، وعليه ضغط من المجتمع لان المجتمع ما كيرحموش، وعليه هو ضغط نفسي لانه محتاج وما عندوش باش يشري. كما كيقولوا العين بصيره واليد قصيره، كيمشي شي اداره ولا شي سبيطار عوض ما يشوفوا من حاله ويعتنيوا به ويخفوا عليه، وهما كيزيدوا يكملوا عليه، كيكون هو مجروح داخليا وهما كيزيدوا يعمقوا الجرح ديالو. واللي كيزيد الجرح ديالو عميق وكيزيد يعمقوا وكيزيد يضروا، هو كيشوف واحد ميسور لاباس عليه، كيكون عام من موراه كيدخلوه وكيرحبوا به وكيقولوا له زيد فلان، زيد ولد السي فلان، وهو اللي فقير مسكين كيشوف هذاك الشيء بعينه وكيبدا يقول علاش. وهذا السؤال خاصنا نسولوه على المسؤولين، نقول لهم علاش داك المواطن الميسور المفخفخ كترحبوا به والبلاصه المخيره كتحطوه فيها، وهذاك المواطن المقهور كتغوبشوا فيه وكتصيبوا ما تشوفوش وجهه كاع. يعني المواطن اللي لاباس به ميسور مرحب به، والمقهور غير مرغوب فيه لانه من الدرجه، لانه كيحس براسو بانه ماشي مواطن عادي، مواطن من الدرجه الثانيه. واحد الكلمه اللي كاع العالم دابا كيهضروا عليها ودايرين عليها جمعيات، وهي كلمه ريسبيت ضد العنصريه. في التونيات ديال الفرق كيكونوا معلقينها وكيكونوا لصقوها في لافتات في التيرانات وجميع البلايص، وكينبهوا وكيديروا حملات توعيه كيقول لك بان العنصريه هي اسوأ حاجه. هي العنصريه، وشنو هي العنصريه؟ هي عنصريه كتكون مثلا ضد
الاوروبيين ضد المهاجرين، ولا ضد الافارقه، ولا الاسرائيليين ضد الفلسطينيين. هذوك يقول لك بان هذه عنصريه، اكبر عنصريه. ولكن في نظري كاينه واحد العنصريه هي اللي كبر منها، وهي العنصريه اللي كتسمى ام العنصريات، وهي انك العنصريه اللي كتعرض لها من ولاد بلادك. كيديروا معاك العنصريه ولاد بلادك وانت في بلادك كتحس براسك انت ماشي مواطن مهمش ومحقور ومن الدرجه الثانيه. هذه هي اكبر يعني ملي كتشوف واحد ولد فلان ولا ولد السي فلان كيرحبوا به وكيقضيوا ليه المصالح ديالو، وانت كتحس براسك مهمش ومحقور في بلادك. هذه هي اكبر عنصريه، وهذه هي الام ديال العنصريات. رجع الموضوع الاصلي اللي، ولكن كاينه واحد الحاجه كاينه. نعم الكاميرات حل، ولكن كاين واحد الحل احسن من الكاميرات وعنده الفعاليه اكثر من الكاميرات. شنو هو؟ تكون العداله الاجتماعيه، وتكون التوعيه لهذوك رجال الامن. ماشي انهم غيكونوا كيديروا خدمتهم غير لانهم كاينين الكاميرات. يديروا خدمتهم انطلاقا من الضمير، من الواجب ديالهم، ويكون عندهم مبدا، يكونوا هما باغيين داخليا باش يديروا الخدمه ديالهم ويخدموا بلادهم، ويكونوا فرحانين باش انهم يأديوا خدمتهم ويخدموا المواطنين. يغيروا هذه العقليه، لان الا كان الضمير ميت راهم يتحايلوا على الكاميرات. واخا ماشي دير لهم مع كاميرات، دير لهم حتى قمر اصطناعي. الخلاصه كاع من هاد الهضره اللي قلت هي بغيناهم يخدموا، ماشي حيت الكاميرات مراقباهم، ولكن يخدموا ويديروا الواجب ديالهم حيت الله مراقبهم. ونتمنى توصل الرساله ديالي، والسلام عليكم.